ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله، يجيلكوا اشاره ان انا نزلت فيديو. ما تنسوش برضو تسيبوا لي كومنت وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ولو انا مثلا بنزل اكله قولوا لي بتعملوها كده او بتعملوها بطريقه مختلفه، وبرضو اكتبوا لي افكار للاكلات نعملها مع بعض. النهارده في الفيديو ده هيكون عبارة عن فلوج صغير كده عن يومي النهاردة، ازاي قضيته في الاجازة. اول حاجة بدأتها في اليوم ان انا هبدأه كده بالقهوة، عملتها في كنكة فخار كده، حتى الفنجان برضو فخار، بيكون لها طعم حلو جدا ومختلف. بعد بقى ما شربت القهوة دخلت المطبخ علشان اعمل الاكل بتاعي النهاردة. عملت النهاردة فراخ. اول حاجة غسلت الرز، بعد كده حطيته على البوتاجاز عشان يستوي. طبعا كلنا عارفين ازاي بنعمل الرز، انا هنا بقول لكم يعني انا عملت ايه في يومي، مش هكتب وصفه ولا اي حاجه. بعد كده بقى حطيت الفراخ بعد ما غسلتها كويس وحطيت عليها بصل وطماطم، وبعد ما استوت حمرتها كده في الزيت. طبعا الفراخ دي كانت للاولاد، وعملت سلطه، وطبعا احنا اكلنا سمك. طبعا غسلتها في الطاجن ده زي ما قلت لكم، انا ما كنتش اخده معايا اطباق كتير. هنا كان الرز استوي، قطعت البصل بقى وعملت السلطه. بعد كده بقى خرجنا نزلنا، كان اليوم حلو جدا، كان شمس ما كانش فيه هوا. رحنا على البحر قعدنا شويه، كان الجو ما فيش مطر لان كان الايام اللي فاتت دي كان هوا ومطر، لكن اليوم ده سبحان الله كان حلو جدا. بعد كده رحنا بور فؤاد، من الاماكن اللي بحبها جدا في بورسعيد. برضو بور فؤاد المباني شكلها مختلف جدا، كأنك في اوروبا بالظبط. فيها هدوء تام، مفيش اي ضوضاء ولا زحمه. برضو فيها اماكن حلوه جدا في المطاعم، هنا مكان مليان مطاعم، اي حاجه تحبيها، اسماك او اي اكلات تانية بتلاقيها. هناك مطعم مميز كده بحبه جدا، بروح عنده دايما لما بكون في بورسعيد. ان شاء الله ابقى اصور لكم هناك لوحده، يعني في فيديو لوحده اصور المطعم ده. بعد كده خلصنا ورحنا على مول اوتلت، برضو من الاماكن اللي بحبها جدا في بورسعيد. عنده محل كده مميز للعبايات الخليجي، بحب اشتري من عنده دايما لانه بيشتري العبايات من الخليج نفسها، يعني من الكويت وكده. فبحبه دايما في العبايات. بعد كده رحنا على البحر عشان نشوف الغروب، غروب الشمس يعني. وبس كده فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد، وبرضه ما تنسوش تسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.